على ذكر الامريكان، ترامب طبعا في اضطراب شديد جدا بسبب الانتخابات. خرج يقول ان الحزب الجمهوري لو فشل في الانتخابات مش هيبقى بسببي، هيبقى بسببهم هم. بقول لك الراجل، بقول لك الانتخابات القادمه ستصبح مشهد تاريخي. ترامب بيجيب كل حاجه، نقص الاسلحه نتيجه بايدن. الحزب الجمهوري اللي مكتسح الغرفتين في الكونجرس، قال لك الانهيار اللي حاصل. انا جبت لك الارقام في ختام الشهر الاسبوع اللي فات، الارقام بالسالب. قال لك الناس غضبانه من الحزب الجمهوري لكن بتحبنا انا، مع انه لسه قايل للمذيع، قال له الناس شايفاني اعظم بتاع، قال له ما حدش شايف كده، انت اللي شايف كده بس. قال لك الناس مش غضبانه مني. هو حزب الجمهوري عمل ايه؟ كل المصايب اللي خلت الاصوات حقيقه تذهب للديمقراطيين في كل استطلاعات الراي كانت نتيجه افعالك. قال لك لا، الناس غضبانه من الحزب انما بتحبني انا. The question is, will they vote? Because a lot of them are very angry at Republicans, to be honest with you. They're Why is angry that? I don't know. I mean, they're angry at Republicans, but they're not That's an angry at interesting me. thing. Why? They're not angry at me, but they are angry at Republicans. Everyone's always angry. And there at are some areas that are basically Democrat, but they're Trump. ده هو نفس المذيع الرائع اللي اشدت بيه بالامس، اللي قال له، اللي على طول اداها له قصف جبهه، قال له انت بتقول انك انت، قال له الناس كلها شايفه ان انا اعظم، العظمه لله وحده، يعني احسن رئيس جيت في تاريخ امريكا. قال له ما حدش شايف كده، انت بس اللي بتقول كده. دلوقتي برضو قال له شوف بنفس الطريقه، تشوف في البادي لانجوج. قال له معلش فهمني، دي الناس زعلانين من الجمهوريين ليه؟ انت ترامب يقفز بقى، قال له معلش اصل دي مش مفهومه، يعني الناس زعلانين من الحزب ليه؟ طبعا ترامب ما عندوش اجابه، لان هو السبب في ذلك الانهيار. عشان كده بقول لك مشكله ترامب الداخليه تبقاش عارف حقيقه، مشكله ترامب الخارجيه اشد وطئا عليه ولا المشكله الداخليه؟ لانه كل اعضاء الحزب بيحملوا ترامب المسؤوليه الانهيار اللي الانتخابات تجديد النصفي على مسافه فركه كعب. الانهيار اللي حصل ده كله بسببك. اوروبا، الانهيار اللي حاصل مع الناتو ومع الحلفاء الاوروبيين بسببه. الخليج، الانهيار اللي حاصل مع الخليج بسببه. ايران بسببه، كله بسببه. ترامب يدرك الحقيقة تماما، يدرك الحقيقة تمام الادراك. وعشان كده انا عجبتني الجملة اللي هيقولها دي. قال لك احنا لو فزنا ممكن نحكم 100 سنة، لكن لو ما فزناش الجمهوريين ممكن ما يحكموش تاني. We would get, in the next 2.5 years, we would get things that nobody ever dreamt of. We would be in office for the next 100 years. And I'll tell you what, if they get in, I may be the last Republican president. Let's talk about the House. If they don't get smart, if the Senate doesn't get smart, I may be the last Republican president. That's a big statement. Yeah, I'm not sure it's right, but who knows? يخرب بيته ما بيعدلوش الكلمه. انا اسف ان انا زي ما اعرفش اسم المذيع ده، يا ريت يا جماعه تجيبوهولي. هي يستحق، يعني ده نقص كبير جدا الواحد ما كنتش عارف اسمه. وزي غافل عن حقيقه من اروع اللقاءات اللي اتعملت، اللي هو في نديه كامله وما سابش لترامب اي فتح من اللي بيفتيه، اي فتح من اللي بيفتيه. لكن تبقى هذه الجمله دقيقه، قد يكون ترامب اخر رئيس جمهوري. انا قلت لحضراتكم ترامب اخر رئيس سيدعم الكيان بهذا الشكل، انتهى. انما الجمله دي شديده العمق. ترامب عنده ازمات كتيره جدا مع الحزب بتاعه، ومن ضمن تلك الازمات او المصايب اللي عملها وصلت ازمته لهذا الشكل مع الحزب، عامل ازمه جديده. عايز يقر قانون جديد للانتخابات اسمه انقاذ امريكي. عايز يعمل تضييق للتصويت في الانتخابات. القانون اقر من مجلس النواب، المفروض يقر في مجلس الشيوخ، والتصويت ده محتاج 60 صوت عشان يمرر القانون لكي يتم الموافقة عليه. وترامب اصلا مش ضامن كل اعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ اللي هم بيمثلوا 53 صوت.
والاغلبيه دي اللي هم 53 صوت، في ناس جمهوريين مش هيكونوا معاه في هذا التصويت، لانه بكل بساطه ترامب دعم مرشحين في الانتخابات التمهيديه في الحزب ضدهم وخلاهم يخسروا الترشح للانتخابات. دي مصيبه 10 كمان، انا كنت ناسيها دلوقتي. واستعرضنا المرشحين اللي خسروا نتيجه دعمه. فالناس دي مش نازله الانتخابات ومش طايقه ترامب، يعني في ناس خلاص سقطت في الانتخابات التمهيديه من اللي موجودين في الشيوخ، سقطوا نتيجه مصايب وعمايل ترامب ودعم ترامب. فالناس دي لا طايقه ترامب ولا طايقه نفسيها ولا عايزه تشوف سيرته. فترامب مش راضي يتحمل مسؤوليه الفشل. كان في حد زميل ترامب من ابتدائي، انا نسيت برضو، انا اسف والله نسيت تايتله، كان قال الجمله التاريخيه دي احنا عرضناها على الهوا، لما قال لك ترامب انا معاه من ابتدائي فيما معناه يعني. وترامب اول حاجه اقولها لكم في شخصيته، لا يمكن يقول انا فشلت او خسرت، هيجيب الفشل في اي حد. ولو تتذكروا قبل ما تتقال هذه الجمله، بفضل الله وحده في بدايات الاسابيع الاولى في الحرب على طهران، قلت لحضراتكم ترامب هيشيل الكل المسؤوليه لحد ما يوصل يحطها في رقبه نتنياهو نفسه. وقلت هذه الجمل عديده جدا، احنا كنا في بدايات الحرب بنطلع بث مرتين في اليوم احيانا، قلتها كتير جدا. فترامب مش راضي يتحمل مسؤوليه الفشل، وبيحمل مسؤوليه الفشل للحزب بتاعه. Your critics on the Hill, Republicans, say privately, you don't really care about Congress. You don't care about losing the majority. You'll do your thing either way. You're president. You could do executive No, it's orders. not right. Is that not right? Yeah, it's not right. I'd love to win. I'm fighting hard. I just got back from a trip. I was in California. I was in Nevada, all over the place. Yeah. It's very important for the country that we win, because you have people getting in office right now who will destroy this country. You're a person in Michigan that won the other night. Abdul Al-Sayed. He is a disaster for the country. Got a good line of stuff. I watched him. He speaks well, speaks okay. Seen better. But I'll tell you what, guys like that get in, they'll destroy this country. خرم بالامس قلت لحضراتكم عبد الرحمن السيد، خرم في دماغ امريكا، في دماغ ترامب ودماغ السيسي. قال لك بصراحه بيتكلم بشكل كويس جدا، وده وامثاله زهران ممداني وعبدول وكده، دول هيخربوا البلد. ترامب بيحاول يحمل الحزب بتاعه الفشل، حمله الجي دي فانس، حمله المارك روبيو، حمله لبيت هيكسيث، علني بقول لك مارك روبيو دخل غرفه الفيران اسبوعين 3 ما كانش بيظهر، وحملها لنتنياهو، ودي بيحملها للحزب. انا مش فاشل، وحرب ايران مش السبب في وضعكم ده. عايز اعرف اموت واعرف السبب في الوضع اللي فيه الحزب الجمهوري، اللي مرر لترامب، اللي حقق اكتساح ومرر لترامب كل المصايب اللي عملها. عايز اعرف ايه الغلطه اللي عملها الحزب الجمهوري. قال لهم لا، مش انا الفاشل، انتوا الفشله، وهيبدا تقطيع الهدوم لبعض. وهفكركم. Yesterday you just talked about Nevada. You said yesterday gas prices, correct me if I'm wrong, they might go up again a little bit. You said No, that's only if I have to do another hit. okay, so I mean They'll only go down, or if we make a deal, they want to make a deal. They want to make a deal. Look, it's obvious. They don't want to be hit. Okay, they want to make a deal. So we'll see. because you're seeing that nervousness on the Hill about that. It'll only go up if we have to do another hit. Johnson has said in the past, if Republicans lose the House, it'll be the end of the Trump presidency Well, to some degree. Yeah, to some degree. Still have great blocking power, so they won't be able to do anything. In other words, they won't be You able can to veto, destroy right? it. No, I have great block. I'm a great blocker, and they'll be putting horrible communistic type things in front of me, and I'll be just saying no, no, no. But I'd rather be a positive force than a negative force. قال له ممكن ينتهي مستقبلي السياسي، لكني ما زلت امتلك اوراق لعبه وبعرقل الحاجات الشيوعيه اللي بيحطوها قصادي. قد يكون في هذا شيء من الصحه، لكن ايه سببه حضراتكم؟ ايه سببه ان ترامب لسه في ايديه اوراق لعب؟ انه يمتلك الاغلبيه في الغرفتين. عندما يفقد تلك الاغلبيه في نوفمبر المقبل، ده هيبقى وضع جديد تماما.
ترامب بتبجح. ايه يعني لما اشتغل انا اولادي في العملات المشفره؟ ايه؟ ايه يعني؟ احنا بننقذ امريكا من إن الصين تسيطر عليها فعلا. طب ما تخلي المؤسسات الكبرى الامريكيه والعالميه وبتاع الامريكيه العابره للقارات والمالتي ناشونال هي اللي تشتغل في الحاجات دي. لا، هشتغل انا وعيلتي عشان ننقذ امريكا من سيطره الصين على العملات المشفره. Democrats want to impose ethics restrictions and limit your ability to conduct your family's ability to conduct crypto business while you're in office. How do you feel about that? Well, I'll tell you, it's very interesting because Nancy Pelosi, nobody ever did that with her. And I believe crypto is very important because if we don't have it, China's going to have it. They all want it. Okay. And we've done a great job on it. We've done. Biden all of a sudden at the end became very strong for it because he saw I was getting all of the business. I did it for a lot of reasons. One of them was politics. There were a lot of people, like they say 100 million people worldwide and a lot of people. Right. And then Biden saw what was happening. I was killing him. And he all of a sudden loved crypto. But I do it very simply because we can't let China have it or Japan have it. Other countries really want it and we dominate in it. So to me, it's very important. But they want to do a bill. And in the bill, they want me to be different than everybody else. So you're against that, it would sound like. Well, I don't mind putting it in a blind trust. I don't run my stuff anyway. I let my kids run it. And I never talk to them about things. If they want to go into, they're not involved in government. I don't talk to them about government. I don't talk to them about much other than to say, I love you kids. They're good kids. But we don't want to see China take over crypto. I don't want to see China win with AI. AI and crypto. Crypto is a big deal. مبدأ ما مرات عم عبد البواب بتشرب معسل، انا ما كنتش متخيل ان ممكن الرئيس الامريكي يستخدمه. يعني ما حدش زعل نانسي بوليسي لما بتشتغل، ما كلموش هم الديمقراطيين قالوا الديمقراطيين عايزين يحطوا حدود اخلاقيه لتعاملك مع عملات الشرف المشفره وانت في المنصب. قال له ولادي، اصل ولادي وانا ما بتكلمش معاهم في المواضيع دي. فكان مبارك قال لك لا، جمال مبارك كان بيساعدني في الشغل زي ما اي ابن بيساعد ابوه. قال لك اتكلمش معاهم. حضرتك ولادك يمتلكوا باور معنوي، ده غير الباور الحقيقي، نتيجه انك رئيس الولايات المتحده الامريكيه. زي ما بالظبط جيب بيسوس انت اخدت منه نحته في 40 مليون دولار عشان تعمل فيلم لمراتك لانك هريه ضرايب، فقال لك ادفع له بالبتاع. انت بتمتلك قوه. الكلام ده بديهي، الكلام ده بديهيات ما فيهوش اي شيء. ما ينفعش تبقى في السلطه كده وتمارس ذلك الاجرام. بقول لك امريكا فتحت على منطقتنا البائسه، اقتربت جدا. نفس البلاوي اللي بتحصل بقت بتحصل. دي كانت حاجات بعيده كمان عن امريكا. امريكا كان بتمارس جرائم، فرض سطوه، احتلالات، بتاع كل ده كان بتمارسه امريكا. لكن الداخل الامريكي كان محصن من عديد من الامراض الحقيقه اللي استوطنت عالمنا العربي نتيجه الدكتاتوريه اللي امريكا كمان بتدعمها لتستطيع التحكم في تلك المنطقه. لان لو جه حكام بيعبروا عن شعوب المنطقه، امريكا ما تعرفش تتحكم، فلازم يجونوا حكام نتيجه جايين من سفاح. هتلاقي كل حاكم جاي من سفاح. ما هو انت هتجيبه، ما هو انت ازاي تفصله عن شعبه؟ انما الداخل الامريكي كان محصن من ده. لا، الداخل الامريكي فتح. عارف انت احيانا كان يحصل زمان في العربيات عيب ان الريداتير، تقريبا الريداتير اللي فيه الميه اللي بيبرد ده، كان يحصل فيه حاجه غلط فالزيت يخش على الميه، تيجي تفتح الريداتير تلاقي عمل طحينه. فاكرين المشهد ده بيحصل؟ فتلاقي انه الحكايه بقت طحينه بقى، اختلط الزيت بالماء. المشاكل اللي بتواجه ترامب دلوقتي مش أزمة واحدة ممكن البيت الأبيض يحتويها. الموضوع أكبر وأعقد بكثير من ده. الاقتصاد بيضغط على الأمريكيين، حرب على إيران، أغلبية ضخمة شايفة أنها فشلت، قاعدة الانتخابية الأساسية لترامب وحركة ماجا بيظهر جواها تراجع حاد. الأخطر أن داخل الحزب الجمهوري نفسه في ناخبين عايزين قياداته تتصدى لترامب. المشهد النهائي قد يكون بدأ.
من مجرد تراجع في شعبية الرئيس لأزمة سياسية عنيفة بتضرب البيت الأبيض والحزب الجمهوري في آن واحد. ده مش ما فيهوش أي قدر من المبالغة هذا الكلام يا جماعة. ناهيك إن في عنوان وضعناه في ذلك البرنامج مبكرا من شهور طويلة جدا، من سنوات، سنتين ثلاثة، إن أمريكا في انهيار حر. ده عنوان رئيسي جدا. قلت لك دي مشكلة أي حد مفلس. 40 تريليون هو واقف بس على معادلة البترو دولار، ومعاه أهم سلاح وأقوى سلاح في العالم. دي مشكلة عنيفة جدا، وأمريكا في انهيار حر. CNN أرقامها أعلنت إن ثقة الأمريكيين في طريقة إدارة ترامب للإنفاق الحكومي، الإنفاق الحكومي بقى مش بقى كمان، بس أنا بوريك إنه مش مشاكل واحدة، كمية المصايب نتيجة هذا الأداء الكارثي لترامب خلت بقى فوق كتفه كمية مشاكل ينوء بها الجبال. ثقة الأمريكيين في طريقة إدارة ترامب للإنفاق الحكومي تراجعت بمقدار 22 نقطة. الدين القومي الأمريكي وصل في يوليو اللي فات 39.3 تريليون دولار، وفوق الرقم ده القانون الاقتصادي والضريبي اللي دفع بيه ترامب من المتوقع أن يضيف حوالي 4.2 تريليون دولار للدين خلال السنتين ثلاثة اللي جايين، وده بيزود الضغط على ترامب، خصوصا إنه واحد من أهم العناوين اللي بيقدم بيها نفسه أنه الرئيس القادر على إصلاح الاقتصاد. Hey, Trump's net approval rating on number 4, government spending, at this time in Trump's terms. In 2018, it was minus 12 points. Look at where we are now in term number 2. That's minus 34 points. That's minus 34 points. And doing some math here, hold on. I'm going to do a little bit of math. You know what? It turns out down, it does in fact equal bad. It does equal bad. We're talking about a 22-point drop. Woof. Now, what's going on? What's going on with government spending that Americans don't like? Well, it really did start at the beginning of Trump's second term. You can see it here. Look at this. The one big beautiful bill. Look at the impact on the debt. Over the course of the one big beautiful bill, this is trillion with a T, up $4.2 trillion over the course of the one big beautiful bill. Woof. And it ain't too popular. It ain't too popular. We're talking about a net favorability rating of negative. قبل أي حاجة نحيي جيك تشيرمان، المذيع اللي بقول لك الرائع جدا، يعني أعلن إعجابي بأدائه في ذلك الحوار الاستثنائي مع ترامب. لم يترك لي ثغرة، ردوده كانت فظيعة، لغة الجسد بتاعته رائعة. جيك تشيرمان حقيقة يستحق التحية، كان أداؤه واثق جدا، ويعني واعتقد انه اكتر الناس اللي يقدروا يحكموا على الصنعة اصحاب الصنعة. فلما نشهد له فاعرف ان الراجل ده حقيقة مختلف. ده كان الانفاق الحكومي. لو كانت المشكلة في امريكا او مشكله ترامب مجرد ارقام ديون وانفاق، كان ممكن البيت الابيض يحاول يدافع عن نفسه ويقول ان النتائج محتاجه وقت والاقتصاد هيتحسن بعدين. الجمل دي احنا حافظينها في عالمنا الموكوس، عالمنا العربي الموكوس، من شواطئ الاطلسي لسواحل الخليج. طيب، لكن بيظهر الرقم اللي اصعب بكتير في التفسير، لان كبير خبراء البيانات في CNN عرض تراجع حاد في تقييم ترامب على الاقتصاد وصل ل 42 نقطه. تلتين الامريكان ان سياسات الاداره زودت الاوضاع المعيشيه سوءا بشكل غير مسبوق. الناخب مش بيتكلم عن ارقام مجرده في الموازنه، بيتكلم عن احساسه المباشر ان حياته نفسها بقت اصعب بكثير. الجمله دي تقيله على قلبي قوي. الفرق بين المواطن هناك والمواطن في مصر، لما تشوف الاوضاع في مصر وصلت لمرحله صعبه لدرجه ان كبار السن اللي المفروض يرتاحوا بعد ما وصلوا 60 و70 سنه، الاوضاع اجبرتهم ينزلوا يشتغلوا عشان بس يقدر يجيب
حق الأدوية اللي بياخدها. Look at this. Trump's net approval rating on the economy at this time in Trump's terms in 2018, again, a positive. Trump, the businessman, he actually did it. Yes, he did it. A positive, plus 9 points. But look at what's happened by 2026. Now, I always love jotting this one out, right? What is this change that we're talking about here? We're talking about from plus 9 to minus 33, and we are talking about, there it is. That is, get this, a 42-point drop. 42 points against the President of the United States. And why is it? Why has this issue that Trump was doing so well on, why have Americans turned against him? Well, take a look here. The effect of Trump's policies on U.S. economic conditions. Now we're talking about 2 in 3 Americans who say that they have worsened. They have worsened it because of the effect of Trump's policies. Just 22% say that they've improved. Then we get 13% who say that has in fact been no impact because of Trump. And what is it? What is it that is driving this in terms of the economic conditions? Well, simply put, it's inflation. It's inflation. هناك ملف آخر تكلفته السياسية كمان عالية جدا، اللي هو الحرب على إيران. البيانات اللي عرضتها CNN ليه حق يجيله شال الرعاش من CNN. تشير إلى انهيار كبير في تأييد الحرب. وصلت النسبة ل 88% من الأمريكان. أنت متخيل الرقم؟ 88% من الأمريكان بتقول إن الحرب ما نجحتش في تحقيق أهدافها. 3 من كل 4 أمريكان شايفين الصراع لا يستحق أصلا التكلفة اللي اتدفعت فيه. Now, over the course of the Iran war, we have seen that approval rating, that net approval rating tumble. It's now minus 36 points. Minus 36 points. Some quick math here. What is that? That's a drop of 27 points. Woof. And what? What is going on? Why has Trump's approval rating on Iran dropped lower than the Strait of Hormuz? What is happening here? Well, how about this? Let's just take a look at how Americans feel about the war in Iran. Do they like what's going on? What do they think's happening? Well, 75%. We're talking about 3 in 4 Americans. 3 in 4 Americans say it is not worth the cost. I mean, President Trump, pick up the phone. Pick up the phone. Talk with any American out there, and chances are they're going to say, we don't like this war. More than that, look at this. 88% of Americans say that the war has not achieved its goals. It's not achieved its goals. So, again, no wonder Americans have turned against President Trump in this. شوف المشهد. مواطن شايف ان ظروفه الاقتصادية بتسوء. شايف مليارات وتكاليف ضخمة مرتبطة بصراع خارجي غير مقتنع بنتيجته على الإطلاق. فازاي الإدارة تقدر تقنعه ان أولوياتها هي نفس أولوياته؟ داخلين على انتخابات. الأرقام لا تتحدث عن هبوط مؤقت. CNN عرضت بيانات تشير ان شعبية ترامب فضلت تحت ضغط سلبي في استطلاعات الرأي لأكثر من 500 يوم متواصل، ووصل صافي تأييده إلى مستوى سلبي 21 نقطة تقريبا. وده يعني ان الديمقراطيين الآن مرشحون بقوة لاستعادة السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي. وده معناه انه السنتين الباقيين من حكم ترامب إذا حدث سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس في 11 هيبقوا أصعب بكتير جدا على ترامب. Take a look here. Trump's negative net approval rating. Every single poll since March 29, 2025 has had Trump in the negative. He has been in the negative in every single poll since that point. You know how many days in a row that is? Well, depending on when you watch this, it's going to be about 500 days in a row plus. If you're watching this on Sunday, it's a little bit less than 500 days. It's more like 498 days in a row. But if you're watching it afterwards, it's 500 days. Now, if you are a member of the Republican Party and what it means for the future, that's what I promised you. I promised you at the top what this all means for the future. We've got a huge midterm election coming up. And what does this mean? Well, the midterms, the chance that Democrats win back the House, win the Senate. Look at this.
Democrats now, the heavy favorites to win back the House of Representatives according to the Kalshi prediction market. We're talking about north of a 4 in 5 chance, north of a 4 in 5 chance that they win. الأخطر إن التراجع أيضا داخل الكتلة اللي كانت واحدة من أهم أسباب وصول ترامب البيت الأبيض، قاعدة ماجا، حركة ماجا لنجعل أمريكا عظيمة مجددا، اعتمد ترامب فيها على أصوات الطبقة العاملة. شعبية ترامب وسط قاعدته الأساسية تراجعت بمقدار 28 نقطة. دي واحدة من أهم أعمدة التحالف الانتخابي اللي بنى عليه ترامب بقوته، بتنهار بشكل أسرع من أسوأ كوابيسه. MAGA movement was built among the working class, non-college Americans. And take a look at this trend line that we're looking at in the data. Here we go. Okay, net favorability rating, the MAGA movement, non-college adults. Back in October of 2024, look at that. On the plus side of the ledger, positive, plus 6 points. Down we go into the Atlantic Ocean now. Look at this movement. Now minus 22 points. That is a shift, Johnny B, of 28 points away from the MAGA movement, away with non-college Americans. So the bottom line is the group at which the Trump movement was built upon, they are shifting away and saying, we don't like MAGA anymore. Same question, same poll here. This is really interesting to see these numbers move like that. Yes, exactly right. It's the same question, same poll. All right, so how about what the same group is saying about Donald Trump specifically? Yeah, okay, so you know what? The idea being, okay, maybe they've soured on MAGA, but they haven't soured on MAGA, but maybe they haven't soured on me, Donald Trump might be saying. Ain't the truth. Take a look here. Okay, non-college voters on Trump. Hello. Okay, in the 2024 election, he won him by 13 points, right? That was the reason he won. طبعا الاستطلاعات والارقام اللي بتعرضها السي ان ان دي مش ارقام ما بتعملها الشركه المتحده في مصر، لا. ترامب بقاله اكتر من شهرين ما قدرش يستند لاي استطلاع راي. كان زمان بيحك في استطلاع هنا او هناك، مش لاقي اي استطلاع يقول اللي هو بيقوله ان انا الافضل والناس بتحب، مش لاقي حاجه كده. سي ان ان عرضت رقم لافت جدا، ان 56% من الناخبين بيطالبوا الجمهوريين ان هم يتصدوا لترامب، عايزين الحزب يقف ضد الرئيس، لا يمشي في اتجاهه، عايزينه قادر على مواجهته، لان ترامب اصبح جامحا. Poorly. But the bottom line is this. When Donald Trump says that voters are angry at Republicans, not him, that simply put is not the case looking at the data. And in fact, when it comes to what voters want to see members doing vis-a-vis Donald Trump, what is it? What do they want him to do? I mean, it's just really clear here. Take a look here. Voters who want congressional Republicans to do more to stand up to Trump or work with Trump. 56% say more to stand up to Trump. That's what they want congressional Republicans to do, compared to just 35% who say they want congressional Republicans to work more with them. As I said at the top here, what we're dealing with is Republicans are getting dragged down by Donald Trump, not the other way around. And indeed, among independents, what we're seeing is 65% they want them to stay. They want congressional Republicans to do to stand up to Trump, more to stand up to Trump. So again, the president, simply put, is full of it. Yeah, he's saying it's not me, it's you, but it turns out it's him. It's him. It's him. It's a relationship, and in this case, it's him.